مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. إقليم عنسبة يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للإقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القاشبركة. دعوة لمزارعي الدخالة بالاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير السابق. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير لجنة معرض إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا السنوي السيد حامد محمد سراج بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الموارد الطبيعية في الإقليم، وأوضح أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الجمهور بالموارد الطبيعية غير المستغلة في الإقليم وإيجاد سبل للاستخدام الأمثل. ويضم المعرض صورا لنهر عنسبة الذي يمر عبر 5 مديريات ويعتبر أكبر مورد طبيعي في الإقليم، بالإضافة إلى الصخور المتراكمة المسمى والتحسي في مديرية القلب، والأشجار الضخمة التي يستظل بها أكثر من 500 شخص في منطقة دق عندو، ومنطقة حلحل التي تربى فيها أسراب نحل جابزة والتي تشتهر بعسلها الممتاز. وقد حظي هذا المحتوى بتقدير زوار المهرجان. من جانب آخر يعد التراث الشفهي الذي يلعب دورا محوريا في نقل تاريخ نمط الحياة وثقافة المجتمع من جيل إلى آخر أحد المحتويات الأخرى التي يقدمها إقليم عنسبة. وقال رئيس لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله أن التراث الشفهي شكل فني فعال تنقل من خلاله ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته شفهيا. وقال أن البرنامج الذي يقدم على شكل أشعار وفنون شعبية ورقصات وغيرها يعد إضافة قيمة للمهرجان سنويا. هذا ويقدم إقليم عنسبة في المهرجان الوطني لعام 2026 التراث الشفهي لقوميات التيغري والبلين والتيغرينيا. حث الكتاب وزوار مهرجان إريتريا لعام 2026 على تنظيم معارض ومبيعات للكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة أنباء إرنا أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرصة تعريف أنفسهم بالجمهور. وأضافوا أن لها الكتب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوارثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار الفرص لتعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. هذا ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 من الإناث، مع كتب تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والأدب وعلم النفس وغيرها. تمت الدعوة إلى زيارة منظمة إلى مركز بارنتو للشتول في 19 من يوليو الجاري إلى تعزيز دور الإدارات المحلية والمجتمع في حفظ وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاشبركة. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد تخصص كفل مريم أنه تم قرص 820 ألف شتلة في مشاتل بارنتو وقردات ومنصورة ولقوا عنسبة هذا العام. وأوضح أن من واجبهم رعاية الأشجار والحفاظ عليها. من جانبهم أفاد المسؤولون المحليون بأنه على الرغم من تنفيذ حملات تشجير لسعادة القطاع القابي إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. وفي الختام تم تقديم آراء قيمة منها دعوة الطلاب لتنظيم حملات تنمية شتوية في مناطقهم، بالإضافة إلى حث أصحاب المزارع على قرص المزيد من الأشجار وتشجيع إنشاء المحميات وتوفير حماية صارمة لها وإيجاد حلول لظاهرة القطع الجائر للأشجار. تم دعوة المزارعين في مديرية الدخالة للاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة لتحقيق الحصاد الوفير. وأوضح خبير تنمية المحاصيل القسم برهتوم قبل تنسائه أنه تم توزيع بذور القمح والذرة المختارة على 135 مزارعا في 93 قرية هذا العام، وتمت زراعتها وإدراك فوائدها. من جانبهم قال المزارعون أن إنتاجهم لم يكن جيدا كما هو متوقع في العام السابق بسبب معرفتهم المحدودة باستخدام البذور المختارة والمبيدات الحشرية الطبيعية وغيرها من التقنيات، وأنهم في وضع جيد هذا العام بفضل الاستشارات والخبرات التي حصلوا عليها من الخبراء الزراعيين.
تم تجهيز 135 ألف شتلة في مشتل شيخ أيامو بمديرية الدخالة لشتلها خلال موسم الخريف الحالي. وقال خبير الغابات وحماية الحياة البرية السيد تخل مريم حيلي أن الشتلات سيتم قرصها من قبل طلاب الحملة الصيفية والمزارعين والأفراد والمدارس والمؤسسات. وذكر مدير المشتل السيد تسفاي في السهية الإدارات بضرورة تحمل مسؤولية هذه الشتول لأنها تتطلب الحماية والمراقبة المناسبة حتى الوصول إلى المستوى المطلوب، فضلا عن الجهد المطلوب لإعدادها. نظمت دورة تدريبية في مديرية حمل مالو ل 38 مدير مدرسة ومسؤول إداري ومالي ومشرف يومي 18 و19 من يوليو بهدف تعزيز قدرات إدارة المدارس. ركزت الدورة على إدارة الموارد البشرية والأصول والمالية ومحاسبة الإيرادات والمصروفات. وقال مدير مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جابر إبراهيم أن التدريب نظم انطلاقا من إيمان الحكومة بأن تعزيز مهارات الإدارة والقيادة في المدارس سيؤثر بشكل إيجابي على عملية التعليم والتعلم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين، إذ أن تحسين جودة التعليم يعتمد على مهارات الإدارة والقيادة. هذا وقد شارك في التدريب متدربون من 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بمديرية حمل مالو. وسبق نظم تدريب مماثل في مديريات حقات وأصمات وقلب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، والتي عقدت في فري تاون عاصمة سيراليون. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. وصرح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن لوكالة رويترز بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب إفريقيا عن طريق توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة، وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. في الخبر الأخير، تولى أندي بيرنهام يوم الاثنين منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي غادر منصبه، لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس، لكن بتحديات رئيسية تواجهه فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي. عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا، بعد أن حل محل ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان بيرنهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب، إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إقليم عنسبة يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للإقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القش بركان. دعوة لمزارعي الدخالة بالاتجاه نحو الزراعة الصغيرة والمربحة.
قادة الدول الغرب افريقيا يوافقون على مشروع انشاء خط انابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.